زمان لما كنت تسمع حد يقولك ما عنديش وقت كنت تتخيل انه مشغول جدا، لكن دلوقتي كتير مننا بيقول ما عندناش وقت وتلاقيه بيقضي 4 5 6 ساعات على الموبايل عادي. لان المشكلة عمرها ما كانت في الوقت، المشكلة في الانتباه. الوقت موجود بس الانتباه هو اللي مسروق. كل دقيقة في اشعار، كل دقيقة في فيديو، كل دقيقة في خبر، كل دقيقة في ترند جديد، لدرجة انك بقيت تدخل تعمل حاجة مهمة وفجأة تنسى انت داخل ليه اصلا. تخيل ان في طالب عنده امتحان بعد اسبوع، خلاص بدأ يفتح الكتاب متحمس هيذاكر اهو، فجأة يجيله اشعار، يفتح يلاقي فيديو، يقلب فيديو ورا فيديو ورا فيديو. بعد ساعة يرجع للكتاب يحس انه مرهق فيقفل الكتاب ويقول انا مش قادر اركز. طب هو فعلا مش قادر يركز ولا عقله اتدرب على التشتت؟ الحقيقة ان كل دقيقة بتقضيها على الموبايل على اي تطبيق في حد بيكسب منها. كل ثانية من انتباهك لها تمن. الشركات الكبرى بقت بتتنافس على اغلى شيء عندك، مش فلوسك، لا انتباهك. لازم تفهم انك مش بتنافس اصحابك على شغلك ولا على وقتك ولا على دراستك ولا على فلوسك، انت بتنافس شركات ضخمة جدا، شركات عندها علماء نفس ومبرمجين ومليارات الدولارات. هدفهم بسيط جدا، يخلوك تقعد على التطبيق بتاعهم اطول وقت ممكن. كل حاجة معمولة عندهم بدقة، الصوت، الالوان، الاشعارات، الفيديو التالي، التمرير اللانهائي، كل ده معمول بدقة، لان كل ثانية من وقتك بتساوي عندهم فلوس.